بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الحبيب صلى الله عليه وسلم الذي أيده رب العالمين بأكثر من 1000 معجزة لرسول الله. طلب صناديد قريش من الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم آية أو علامة، فانشق القمر نصفين، نصف على هذا الجبل والنصف الآخر على ذاك الجبل. فنظر صناديد قريش وهم يجدون القمر انقسم فلقتين، فقالوا لقد سحرنا محمد. فنزل رب العالمين بهذه الآية القرآنية المباركة: اقتربت الساعة وانشق القمر. وأيضا من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت رجل أتبع خلوات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا وجد الحبيب المصطفى يستظل تحت ظل شجرة جلس بجوار رسول الله، وإذا وجد الحبيب المصطفى في بعض الشعب أو الأودية أو الصحاري يتابع تحركات النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: ذات يوم حانت صلاة العصر وأصحاب النبي لم يجدوا ماء ليتوضأوا، فظلوا يبحثون عن الماء فلم يجدوا، فجيء بإناء لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منه، فوضع الحبيب المصطفى يده في الإناء، فإذا بالماء ينبع من بين أصابع رسول الله. نزل الماء مدرارا ومكثارا ومغذارا. فيقول قتادة لأنس: كم كنتم آنذاك؟ قال: كنا زهاء 300 رجل يشربون من يد رسول الله. وتسبيح الحصى في يد الحبيب صلى الله عليه وسلم، والقرآن الكريم المعجزة الخالدة لرسول الله. سيظل القرآن إلى يوم الطامة الكبرى، إلى يوم القيامة. تكفل رب العالمين بحفظ القرآن الكريم. أمة الإيمان والإسلام، في هذا اليوم المبارك عندما نكرم الأمة الراحلة الكريمة، فعلينا أن نعلم قدر الوالدين ومكانة الوالدين، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما. ولو وجد رب العالمين كلمة أقل من كلمة أف التي تتكون من حرفين لقالها رب العالمين: إن الله يوصيكم بأمهاتكم، إن الله يوصيكم بأمهاتكم. ثم ذكر النبي بعد 3 مرات للأم: إن الله يوصيكم بآبائكم. فرضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين. 3 لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يكلمهم ولا يزكيهم. من ضمن هؤلاء 3 العاق لوالديه. رحم الله الأمة الراحلة الكريمة الحاجة سعدية عبد القادر البري، مواساة منا لجميع عائلات البري وجميع العائلات هنا بقرية الفرايم، وكذلك ابن العاص والهجرسة والباشا وبدوي والسلامي. فهي بنا أمة الإيمان في هذه اللحظات الإيمانية. دعينا الله أن يبارك في الأستاذ محمد عبد القادر البري، والأستاذ شحاتة عبد القادر البري، والحاج عبد القادر، الأستاذ علاء عبد القادر. كما يستقبل واجب العزاء الدكتور أحمد البري والدكتور سامي البري، الحاج إبراهيم البري والحاج يوسف البري. أجمل شيء أن نعيش دائما مع كتاب رب العالمين القرآن الكريم. ليعتلي منصة التلاوة بإذن الله تعالى فضيلة القارئ الشيخ أحمد السيد صديق،
استاذ القراءات العشر بالازهر الشريف، القراءات الصغرى والكبرى، لنتمتع بهذا الصوت والموهبة القرآنية احكاما وتلاوة وتجويدا. فهيا بنا لنبدأ هذا اللقاء القرآني مع ذكر الله حتى يطيب المكان. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فدائما وابدا علينا ان نرطب الألسنة بذكر الله، وان نكثر من احب الكلام الى الله. اذا كان هذا الكلام هو احب الكلام الى الله، فما يمنعك ان تردد سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم في رحاب هذه التلاوة المباركة. ونوصيكم بكثرة الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن
شفاعة والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. والكافرون هم الظالمون.
يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه صدق الله العظيم. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء
وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع لا إكراه في الدين لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. فمن يكفر
انفصام لها والله سميع عليم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتيه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت.
قال أنا أحيي وأميت. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتيه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. قال أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب. فبهت الذي كفر. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب. فبهت الذي كفر. الله لا يهدي القوم الظالمين. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه أو كالذي
وهي خاوية على عروشها قال أني يحيي هذه الله قال أني يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه فأماته الله أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك
وانظر إلى العظام كيف ننشرها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعوهن يأتينك سعيا. قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعوهن يأتينك سعيا ثم
تدعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم واعلم أن الله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. سبحانه وتعالى هو العزيز الحكيم. الأمر أمره والقضاء قضاؤه والحكم حكمه، يعز من يشاء ويذل من يشاء. أمة الإيمان والإسلام، عشنا وتعايشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية العطرة المباركة. تلاها على أسماعكم ذلكم العلم القرآني أستاذ القراءة بالأزهر الشريف، بعدما تجلى عليه رب العالمين فضيلة القارئ الشيخ أحمد السيد صديق. ونحن في هذه اللحظات الإيمانية العطرة المباركة في ليلة وداع وتكريم للراحلة الكريمة فقيدة الشباب سعدية عبد القادر البري رحمها رب العالمين، مواساة منا للعائلة الكريمة الأستاذ محمد عبد القادر البري والأستاذ شحاتة عبد القادر، الحاج عبدو عبد القادر والأستاذ علاء عبد القادر. الشكر والتقدير لكل السادة الأطباء الذين توافدوا على مدار هذا اليوم، وفي استقبالهم الدكتور أحمد البري والدكتور سامي البري، الحاج إبراهيم البري، كذلك الحاج يوسف البري، وبرقية عزاء على مدار هذا اليوم وهذه الليلة المباركة من المأذون الشرعي الأستاذ السيد عبد الباسط، الدكتور محمود غريب قناوي، والحاج اسماعيل جودة، والأستاذ ياسر مصطفى، الباش مهندس إيهاب أبو زيد، الأستاذ صلاح عبد الجواد والعائلة الكريمة. إننا في هذا اليوم المبارك هو تكريم للراحلة الكريمة رحمها رب العالمين. فدائما وأبدا علينا أن نعلم قدر القرآن الكريم ومكانة القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بالشفاءين القرآن والعسل. هكذا أخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم. ونحن في هذه اللحظات الإيمانية القرآنية المباركة نذكركم أمة الإيمان والإسلام بكثرة الصلاة على رسول الله، لعل الله سبحانه وتعالى يرحمنا جميعا وتتنزل علينا الخيرات والكرامات والبركات بفضل الصلاة على الهادي البشير والسراج المنير على مدار هذا اليوم وهذه الليلة القرآنية، وعبر هذه الهندسة الصوتية المتميزة عميد الصوتيات بالشرقية المهندس محمد جمال، طاقم الضيافة للخدمات الفندقية المتميز البوردي، إدارة المتر مجدي البوردي، وعبر هذه الأضواء المتلألئة محطات الديزل العالمية زهرة الفيروز، إدارة الأستاذ عبد الناصر المسيري والمهندس رضا عبدو بسيوني، ومن خلال هذا البث المباشر كاميراتي وإخراج المهندس أشرف حسين. أمة الإيمان، علينا أن نرتب هذا المكان بقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فما أجمل الذاكرين وما أجمل الذين دائما وأبدا يعودون للواحد الديان سبحانه وتعالى. هو الواحد الأحد، هو الفرد الصمد، هو خالق الخلق وأحصاهم عدد. لذلك يا أمة الإيمان، إننا في هذا الشهر العطر المبارك فيه ذكرى مباركة تحويل القبلة. منذ أيام قليلة علينا أن نتذكر في هذا الشهر المبارك أمور كثيرة قد تغيب عن الإنسان. ظل النبي على مدار 15 شهرا أو 16 شهرا
وهو يؤدي الصلاة اتجاه المسجد الأقصى، والمسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين، وهو فيه معراج النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن أراد رب العالمين للحبيب المصطفى وهو يرى تقلب وجه النبي في السماء يريد أن يهتدي إلى قبلة، فكانت الإشارة من رب العالمين لرسول الله وهو يؤدي صلاة الظهر في مسجد ذي القبلتين، وهو المسجد الوحيد الذي أديت فيه صلاة الظهر في اتجاهين، اتجاه المسجد الأقصى ثم تحويل القبلة إلى المسجد الحرام. والمسجد الحرام هو المسجد الذي ينبغي علينا أن نعلم هو من المساجد التي تشد إليها الرحال. المسجد الحرام له مكانة عظيمة، اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما ومهابة ومثابة وأمنا، وزد من زاره حاجا أو معتمرا تشريفا وتعظيما ومهابة ومثابة وأمنا. ولا يشعر بقيمة هذه المساجد إلا من توجه إلى هناك، إنها رحلة لا يمكن أن تمحى من الذاكرة. الذين توجهوا بالفعل ودخلوا المسجد الحرام ورأوا الكعبة المشرفة وطافوا بالبيت العتيق، ثم أيضا شربوا من ماء زمزم وهي لما شرب له هي شفاء من الأسقام والأوجاع. ثم أيضا الذين سعوا بين الصفا والمروة، ومنهم من أدى مناسك الحج. فينبغي علينا أن نعلم قدر هذه الأماكن المكرمة. وسبحان الله، كانت الكعبة آنذاك محاطة ب360 صنم تعبد من دون الله. أراد رب العالمين للحبيب أن يطهر هذا البيت، وكسر النبي الأصنام تكسيرا، بل حطمها تحطيما. جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. وكسر النبي الأصنام وهي التي تعبد من دون الله، كيغوث ويعوق ونسر وهبل واللاتي والعزة وإيساف ونائلة، هي أسماء الأصنام التي تعبد من دون الله. كسرها النبي لنعلم أن هذا البيت العتيق تحول إلى المسجد الحرام ليذكر فيه اسم الله. فينبغي علينا أن نكون جميعا من الذاكرين ومن الحامدين الله. الحمد لله في كل ابتداء، الحمد لله في كل انتهاء، الحمد لله في كل حال. وينبغي علينا أن نحمد الله على نعمة الصحة والعافية، يا لها من نعمة عظيمة لا يشعر بها إلا المرضى. فينبغي علينا أمة الإيمان أن نعلم قدر وأهمية الذكر. يقول رب العالمين في محكم التنزيل القرآن الكريم: دائما وأبدا عندما نستمع ونستمتع إلى القرآن نشعر بلذة كبيرة ونشعر بالمتعة. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. لما نزلت هذه الآية المباركة على رسول الله قال النبي: ما معناها يا أخي يا جبريل؟ قال جبريل: لا أدري حتى أسأل رب العالمين. فلما سأل نزل على رسول الله قائلا للحبيب المصطفى: معناها أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك. في هذا الشهر المبارك ترفع فيه وتعرض الأعمال على الله، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على الصيام في هذا الشهر المبارك. هنيئا لمن حرص على صيام 13 و14 و15 من الأيام التي مضت من هذا الشهر، هو شهر شعبان، هذا الشهر المبارك الذي كان دائما يتقرب فيه الحبيب المصطفى إلى الخالق بالدعاء، لأن الأعمال تعرض على الله في هذا الشهر المبارك. فينبغي علينا أن نعلم قدر وأهمية الدعاء والتقرب إلى الله. من منا لا يخطئ؟
من منا لم يرتكب الذنوب او الموبقات الا ما رحم ربي، لكن كيف نيأس ولنا رب غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. فينبغي علينا ان نتقرب الى الله. من تقرب الي شبرا تقربت اليه ذراعا، ومن تقرب الي ذراعا تقربت منه باعا، ومن اتاني يمشي اتيته هرولا. فينبغي علينا ان نعلم بان الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. ومؤسسة منا للحاج عبد ابراهيم البري، والحاج رأفت البري، الحاج محمد ابو عزب، الحاج مصطفى عبد القادر، والحاج عبد البري واخوته، الاستاذ سامح حسين، والاستاذ شحاتة احمد البري، كذلك الحاج ابو اليزيد، ومؤسسة منا الاستاذ احمد ابو زيد والعائلة. امة الايمان، دقائق معدودات ونواصل واياكم هذه اللحظات الايمانية المباركة، لكن دائما وابدا اوصيكم واوصي نفسي بتقوى الله. فهل هناك افضل من تقوى الله؟ فعلينا ان نتزود بهذا السلاح. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. تذكروا ان النبي لما سئل ما اكثر ما يدخل الناس الجنة يا رسول الله، قال تقوى الله وحسن الخلق. فعلينا ان نعدل من السلوكيات، وان نعدل من اقوالنا، وان نعدل من افعالنا، خاصة نستقبل ايام مليئة بالخير والكرامات والنفحات، ايام معدودات ويأتي شهر الذكر والتسابيح، شهر القيام، شهر المغفرة، شهر القرآن الكريم، اوله رحمة واوسطه مغفرة واخره عتق وبراءة من النار. ندعو الله ان يرحم الراحلة الكريمة رحمها رب العالمين. اللهم يمن كتابها ويسر حسابها، اللهم احشرها في زمرة اليتامى والفقراء والمساكين. دقائق معدودات ثم نعود واياكم لنواصل هذه الرحلة المباركة. ابخل البخلاء من يسمع اسم النبي ولم يصلي عليه.